انا بقى عملت لكم فيديو جديد للكونسولة وازاي بنحول الكونسولة وازاي بنعالج العيب الودنين المكسورين ورا. تمام. تعالوا نشوف احنا بنقطع بقى قد ايه بنتعب، علشان الناس فاكرة ان موضوع ان انت تعمل الكونسولة او تصلحها ده بسهولة. ده موضوع بيتعمل بطريقة احترافية زي ما انتم شايفين وهتشوفوا قدامكم دلوقتي. احنا بنفكه حتة حتة. تمام. لازم نفك الكلام كده. تمام يا جماعة، دي عشان ناخد الودنين اللي ورا دول بس بطريقة مختلفة تماما، مش بنلحم الودان لوحديها. عدلنا من الطريقة وخليناها أقوى وأحلى من الأول. تمام. ده اللي هو مكسور من ورا ومن قدام، اللي هو هنا بقى الحتة دي عشان ده دليل لازم نلحمه. تمام. شايفين يا جماعة اللحمات والحاجات، ان احنا نلم الحتت بالحتت اهو، يعني ده عمالين نلم حتة حتة عشان نظبط الارمرست. تمام. في حتة في الجنب برضه هنركبها دلوقتي. وطبعا الكلام ده ما ينفعش يعلى بالامير علشان هنا بيركب مقبض. تمام. فالكلام ده لازم يتعمل بطريقة احترافية عشان الحاجة تطلع مظبوطة. طبعا انا بشرح في كل فيديوهاتي وبقول للناس اهو بيتعمل ازاي او ده ازاي، لاني طبعا مش واخد اللي ربنا رزقنا بيه اللي هو الفكر والدماغ الكويسة واخدها وماشي. لا، ده انا بعلم الناس، حتى لو انت عايز تعمل ده مع نفسك اعمله. انا شارح كل حاجة وبوضح كل حاجة بالملي. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو احنا هنقطعه نصين. تمام. احنا هناخد الوش اللي قدام ده. تمام. عشان نحول طبعا الكونسول او ناخد الحتة البايظة اللي ورا ديت اللي هي بتتكسر على طول. تمام. احنا طبعا بنجلخ ونظبط. هنركب بقى ايه عايزين. هنا هنقطع التاني. تمام. اللي هناخد الجنب العكس اللي يخليه شمال، يبقى ماشي على وضعه يعني على الجنب الشمال. تمام. هنا بقى بناخد من النص اهو، من نص الخط بنقطع من نص الخط ده عشان دليل لينا، عشان لما نيجي نلحم لا طول ولا اقصر ولا اي حاجة. ده شغل ماشي مظبوط، لازم يكون ليك دليل ماشي عليه. تمام. ده الجديد اللي هيركب اهوت. تمام وسليم وزي الفل واصلي وكل حاجة. هنركب بقى الحتة اللي بتحول من يمين لشمال. تمام. الحتة اللي قدام زي ما انتم شايفين كده الشغل طلع مظبوط. طبعا هنركب الجلخ عشان نجلخ الحتت ديت. تمام. حجر الصنفرة نصنفر بقى زي ما انتم شايفين كده عشان الشغل يطلع مظبوط. تمام. ولازم تبقى ماشي على اللاين مظبوط علشان ما يطلعش معوج، ما يطلعش اي حاجة. زي ما انتم شايفين اهو الدليل طبعا احنا بنشيله اهو اللي هو نص الحرف، يعني ده برضو لازم يوريك ان هي القطع قطع فني شوية. هنا بقى زي ما انتم شايفين بنظبط اهو. تمام. هناخد لقطة. وطبعا السفنج اللي انا هحطه بتاع الارمرست هو ده دليل برضو عشان تبقى عارف لا يطلع لا يطول ولا يقصر ولا الكلام ده كله، لان ده لازم يكون موجود الدليل ده. وخلي بالكم الموضوع من غير متر ومن غير باكولينز ومن غير مقاس ومن غير اي حاجة، موضوع فني بس دماغ شغالة. هنا السفنج ده الدليل بتاعك، هو الباكولينز بتاعك وهو المتر وهو كل حاجة. ده بنلزقه الاول، هنلزقه الاول في الحتة الاصلي علشان نقدر نظبط وما يطلعش السفنج ده. لو الفبر عداه سنة يبقى الفبر طويل، لو الفبر مظبوط عليه يبقى الفبر كويس، لو قصر سنة يبقى انت قصرت. فهي السفنج ده الدليل الاصلي للموضوع. انا بشرح كل حاجة اهوت علشان الناس تبقى عارفة ان احنا مش بخلانين على حد في حاجة. تمام. هنا كل حاجة بتيجي تعملها تاخد طريقة فنية او تاخد حاجة معينة تمشي عليها، دليل لازم يبقى ليك دليل عشان الحاجة تطلع معاك مظبوطة وكويسة. وزي ما احنا هنشوف في الاخر، يعني خليك معايا لاخر الفيديو وانت هتشوف احنا بنعمل ايه ورجعنا ازاي. وده طبعا كل بتوع الايفورت 6 بيعانوا منه. احنا مش في الارمرست ده بس، في اي حاجة طبعا الحمد لله بنشغل دماغنا، ولكن هنا اتلحم ومية مية وزي الفل اهوت وحديد. طيب احنا لاحمين اصلا اخر حتة، انت ما تحطش ايدك على اخر حتة، يعني مش هي دي الحمل. وليكن يعني عشان محدش يقول لك دي ضعيفة دي مش عارف، لا خالص. 3/4 الارمرست في الحتة اللي ورا، وده اللي احنا عملناه. تمام. مركبنا في مكانه اهوت عشان ناخد لقطة. طبعا احنا بنعمل ده قبل ما نكسي وقبل ما نعمل عشان ناخد لقطة. احنا هنا بنظبط كل حاجة، وكل حاجة يا جماعة لازم تعمل عليها تيست ولقطة وتبقى مظبوطة عشان تلاقي الحاجة تطلع معاك زي الفل.
زي ما انتوا شايفين كده اهو. بناخد لقطة هنركب دي في مكانها، قعدت في مكانها تمام. نربط ونقفل عشان نقدر نفهم احنا اللقطة على ايه. زي ما انتوا شايفين لسه بقى هنكسي طبعا. هنا بقى احنا رشينا وظبطنا، عملنا القلب اهوت تمام يا جماعة. بركب الفبر واحدة واحدة كده، وكل حاجة بتركب في مكانها زي ما انتوا شايفين تمام. وادي ده بعد ما كسيناه وروقناه هنركب بقى ايه الفبر اللي جوه. شايفين يا جماعة هنا احنا قفلنا، وبعد ما قفلنا مش باين اي حاجة من اي شغل ولا اي حاجة، بيرجع جديد لنج زي ما انتوا شايفين. هنا الموضوع في فكر زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا كل حاجة بتبقى قبل حاجات معينة عشان نفك ونركب كل حاجة اهوت. السوست دي مهمة جدا. وبعد كده هوريكم احنا ازاي بنشغل كل حاجة زي ما كانت، واحلى من الاول مليون مرة، يرجع جديد كما كان تمام. طبعا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، كل حاجة رجعت على وضعها. النهاردة واحنا بنقفل برضو لازم التقفيل ده يكون فني علشان مفيش حاجة تبوظ. هو مش صعب في تقفيل ولا حاجة، اي حد يقفله، بس هي ليها ايه، كل حاجة ليها ترتيب. ولازم تكون بتحافظ على الحاجة وانت بتركب علشان ما تبوظش حاجة الناس تمام. في صنايعي بيركب خلاص يضرب المفك في اي حتة يبوظ، وفي صناعية محترفة ونضيفة وبتفهم، ويعني دول مش كتار. ده كاب هولدر بقى اللي احنا عملناه، اللي هو بيختصر. احيانا بيكون عندك الفبرة دي مشرخة تمام، اللي هي تحت دي، فده بيداري عليها، وكمان بيبقى كاب هولدر وبالشكل الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وتقولوا لنا رأيكم بقى، وتستنونا طبعا في فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة. ومحتاجين رأيكم، وتقولوا لنا رأيكم في كل حاجة. طبعا احنا هنا عاملين الودان ومركبين الطفاية ومركبين كل حاجة وزي ما انتوا شايفين تمام. استنونا بقى في فيديو جديد وحل مشكلة جديدة. مع السلامة.